السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شفت خبر بيقول إن مر 79 سنة على تأسيس جامعة الدول العربية. 79 سنة على تأسيسها. جامعة الدول العربية دي هي المنظمة اللي بتضم كل البلاد العربية، والمفروض بيبقى في بينهم يعني تعاون مشترك ودفاع مشترك عن كل قضايا العرب. والمنظمة أو الجامعة العربية دي المفروض تقدم كل الدعم للبلاد العربية اللي عندها مشاكل، دعم مادي وعسكري ولوجستي واقتصادي لكل بلد عندها يعني عضوة في الجامعة العربية وعندها مشاكل. فقدمت لنا إيه الجامعة العربية ب 79 سنة؟ عايز أعرف هو في ميثاق الجامعة العربية بيقول لو بلد أو شعب عربي تعرض للإبادة لمدة 75 سنة ما بيتقالش في ميثاق جامعة الدول العربية إن المفروض يدافع عنهم الفلسطينيين الغلابة دول؟ عملت إيه جامعة الدول العربية أيام غزو الأمريكان وأمريكا للعراق؟ عملت إيه؟ أنتوا قولوا لي وردوا عليا. ولا هي بس منظمة أو جامعة موجودة في قلب القاهرة وموظفينها بس بيتعاطوا الدولارات وبيقبضوا الدولارات والامتيازات والصفة الدبلوماسية؟ ماذا فعلت الجامعة العربية في 79 سنة للفلسطينيين غير كلام الاستنكار وزعلانين ومتضايقين من إسرائيل وما تعمليش كده تاني؟ عملت إيه الجامعة العربية في غزو إسرائيل للبنان 82؟ عملت إيه؟ كلام، مؤتمرات، ندين، نستنكر، نشجب، زعلانين. رمت شوية فلوس هنا للغلابة الفلسطينيين على شوية اللبنانيين على شوية العراقيين. عملت ايه في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا؟ فين دور الجامعة العربية الفعال؟ هل ينقصها ميثاق جديد؟ هل مفروض يتم إصدار دستور لها جديد وميثاق جديد وكشكول يعني جديد أو مرجعية جديدة لعملها؟ ولا هل ينقصها مثلا ليدرشيب أو قيادة فعالة قوية؟ أو يمكن في دستورها حاليا مفيش حاجة بتقول إن لو في شعوب عربية بتتعرض للإبادة والقتل مش لازم البلاد العربية تساعدها عسكريا أو اقتصاديا أو whatever. دي تساؤلات للجامعة العربية. ماذا فعلتي لفلسطين والشعوب العربية اللي اتسحلت واتدمرت واتقتلت واتشردت وبقت لاجئين في كل حتة في العالم الشعوب دي، وبيشحتوا المساعدات والدقيق والطحين؟ على الجامعة العربية أن تعيد سياستها وإنها تعمل تقييم وتحليل شامل للوضع العربي المتفكك اللي متنيل ب60 نيلة. أعزائي المشاهدين، سلموا لي على الجامعة العربية. كل سنة وانتم طيبين. شكرا.